السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج زول الكافيه على العربي. السلام في اي مكان سامعين، معاهدات سلام، اتفاقيات سلام، فوق تحت يمين يسار. يعني احنا قبل فتره شفنا انه اثيوبيا كانت جزء مشارك في اتفاقيات السلام في السودان، او من الناس اللي بيدعموا السلام في السودان. سبحان الله مغير الاحوال، فجاه كده بين يوم وليله الحاله اتقلبت. يعني اثيوبيا زمان احنا كنا بنعاين لها ونضرب المثل في انه مثلا تطور دوله اقتصادها قاعده بيرتفع وماشي ممتاز، دوله قاعده بتتحضر اللي وصلت انه لدرجه الناس مسمينا صين افريقيا. نحن في بلد كان قبل 20 عاما يبدو هكذا ويستجد الطعام، واليوم أصبح هذا البلد أيقونة أفريقيا، وليسجل على مدار سنوات خلت أسرع معدل نمو اقتصادي عالمي. دولة زي دي الاقتصاد فيها طالع لفوق، والعملة بتتصلح، والاقتصاد بيتصلح، والوضع الاقتصادي في البلد والمجتمع ذاته قاعد بيتصلح. ليه دولة زي دي يحصل فيها في الوقت الحالي حاجة زي دي؟ قتال وضحايا وتهجير. هي حرب تشتعل في إقليم تيغراي الإثيوبي ذي الحكم الذاتي، طرفاها حكومة المركز وجبهة الإقليم الساعية للانفصال، لاجئوها بالآلاف وضحاياها بالمئات والعداد في ارتفاع. وشايفين كل الجوطة اللي قاعدة بتحصل في اثيوبيا حاليا. زي ما قلنا احنا هم كانوا واحد من الناس اللي داعمين للسلام في السودان، فجأة هم ذاتهم بيقوا ما عارفين السلام وين. تعالوا نشوف احنا سبب المشكلة اصلا ذاته شنو، وعشان احنا نفهم سبب المشكلة لازم نفهم اثيوبيا دي هي ذاتها عبارة عن شنو ومقسمة ذاته كيف. اثيوبيا دولة فيدرالية مقسمة الى اقاليم، كل اقليم بيحكم عرق معين. اللي بيهمنا احنا حاليا في المشكلة الحاصلة دي كلها اللي هو اقليم التيغراي. اقليم التيغراي ده واحد من الاقاليم البارزه في اثيوبيا، وكان قبل كده في الحكومه السابقه اللي هي قبل حكومه ابي احمد كان عنده نفوذ. ابي احمد سيكون اول رئيس وزراء من قوميه الاورومو على راس سلطه سيطرت عليها قوميه التيغراي منذ 1991، وهي اقليه تغلب عليها الديانه المسيحيه. وكانوا مسيطرين على البرلمان ومسيطرين على الحكومه ومسيطرين على الاعلام، من الاخر كده عندهم نفوذ وعندهم قوه. لما جاء ابي احمد قام رفض كثير منهم وحجز كثير منهم وسجنهم وطلعهم من الحكومه، فهم شايفين ان الموضوع ده تهميش لهم وحقاره، وما رضوا وكانوا ساكتين طول الفتره بتاعت حكم ابي احمد. اللي ولع النار حاليا شنو؟ وقت اصلا هم الفتره دي كلها شايلينها مع الحكومه او مع ابي احمد. حينما وصل أبي إلى سدة الحكم أراد أن يقوم بإصلاحات، ومن بين هذه الإصلاحات تجاوز ما يسمى بالمحاصصات العرقية التي كانت سائدة خلال العقود الماضية. اللي ولع النار انه المده الزمنيه بتاعت حكمه انتهت وجاء وقت الانتخابات، فطلع وقال انه والله احنا هنأجل الانتخابات بقرار من البرلمان. التيغراي هنا ما عجبنا الموضوع ده، يعني ماخذين الموضوع انه والله احنا المده دي كلها ساكتين لك تخلص مدتك وتتخارج عشان احنا نعرف نرجع لنفوذنا، نرجع لسيطرتنا. فجأة كده يا هو حصل اللي حصل ده، قاموا التيغراي ديل يا زول جاطوا الدنيا. والتيغراي ديل اصلا من زمان، حتى من ايام ما اريتريا كانت هي واثيوبيا دوله واحده، هم كانوا مسخنين الدنيا ومشعلنينها لغايه ما اريتريا انفصلت منهم وبقت براها. وحاليا اصلا ذاته من كتر ما الاريتريين ذاتهم محروقين من التيغراي ديل بقوا يدعموا في الحكومه انه تردم التيغراي. طبعا الجماعه ديل ما عجبهم الموضوع انه الانتخابات تتاجل. قوم يا التيغراي امشي اعملوا انتخابات براكم، ولو قال لك عندهم زول فاز المفروض بس هو يمشي يستلم الحكومه. فطوال اعتبروك انه ابي احمد حاليا هو رئيس غير شرعي. الموضوع دور بقى اشتباكات، قاموا هم شويه ميليشيات وشويه عصابات امشي قاموا تهجموا لك على مناطق عسكريه وقلعوا الاسلحه بتاعتها، قشطوها. قامت الحكومه قال لهم انتوا دايرين تجوا بالطريقه دي كويس، انا بوريكم الشغب اللي انتوا ما بتعرفوا، شيلوا وردوا. الموضوع بقى شنو في النهايه؟ طقيش بس، ضرب من الحكومه وضرب من الميليشيات بتاعت التيغراي. في النهايه الكلام اللي انا بقوله ده كله تقول لي انا مالي ومال اثيوبيا، انا مالي ومال اللي بيحصل، انا مالي ومال اللي بيحصل عندهم. لا انت، لانه الليله لما تحصل اي حرب ولما يحصل اي نزوح انت بأثر عليك، طالما انت دل جيرانك بيأثر عليك. اتجهت الانصار فجأة نحو اثيوبيا بعد تقرير لمنظمة العفو الدولية تحدث عما وصفته بمذبحة راح ضحيتها العشرات في اقليم تيغراي. تجددت المعارك بعدها ونزح الالاف نحو السودان. عندك لغايه اللحظه اللي احنا بنسجل فيها الحلقه دي 27,000 اثيوبي نزحوا. والليله المشكله وين؟ انه مش انه اثيوبيا، يقول لك اثيوبيا بصفه عامه، الناس اللي نزحوا ديل ذاتهم من التيغراي، لانه التيغراي دي عباره عن شنو؟ الميليشيات سايقه معاها ناس ما عندها ذنب، يمين يمين شمال شمال. ما هو في النهايه احنا قلنا شنو؟ فيدراليه، وكل واحد بيحكم بكيفه، والقانون بيخول لهم انه ينفصلوا في اي لحظه من الدوله. فهم الليله ديل سايقين لك الناس والناس ماشيه معاهم. في النهايه الناس لما شافوا الموضوع بقى فيه ضرب ولبع وحرب وصواريخ وردم، زي تجري وين؟ اقرب حته
السودان. هنا حمدايت، مثلث الحدود السوداني الإثيوبي الإريتري، مسرح معاناة قرابة 20,000 لاجئ عبروا النهر إلى السودان طلبا للحماية. الوضع للآن مأساوي جدا جدا. الناس دي مما وصلوا للآن ما في مظلات، حتى عندهم مشكلة ذاته في الأكل، يعني الأكل يا دوب حلوه تقريبا أمس. فالموضوع ده في الآخر خلف أو نتج عنه نازحين، ناس ما لهم ذنب، ناس أبرياء ما لهم علاقة بأبي أحمد ولا لهم علاقة بمنو المسك ولا حكم واحد من التجري ولا ما زول، في النهاية لقى نفسه بيتردم. ناس دي حاليا جو موجودين قاعدين عندنا في وين؟ في الفشقة اللي هي كمان زمان بتجي الميليشيات حقتهم وبتضرب وتقتل. السودان عليه ده كله وعلى البلاوي اللي عليها دي رحب بالناس ديل واهلا وسهلا وانتم في بيتكم الثاني. طبعا موضوع السودان وانه السودانيين اهل الكرم والضيافه والشهامه ده موضوع ما بيختلفوا عليه اثنين، لكن احنا بنحكي القصه دي كلها لشنو؟ يا سيدي العزيز الموضوع ده لو بيذكرك بحاجه بيذكرك بشنو؟ ليله اي حته في العالم يحصل فيها ضرب في ناس ما لها ذنب، اللي انت ركزت مع الاثيوبيين اللي جوك نازحين يتذكر في نفس اللحظه اللي كان بيحصل زمان في بلدنا، ويمكن لغايه يوم الليله بيحصل احنا برضه ما جايبين له خبر. في دارفور الضرب والميليشيات والقتل والحاجات اللي كانت بتحصل دي كلها، يعني ناس الليله جاتنا بظروفها، العيان، التعبان، الكبير في السن، الطفل، المريض، والارهاق والتعب عليهم ومنتهيين وعينهم طالعه من اللي شافوه. نفس الشيء الحاجه دي كانت بتحصل عندنا في اهلنا في دارفور. هذه مساكن عشرات الآلاف من اللاجئين السودانيين الذين فروا إلى تشاد هربا من المعارك بين القبائل في دارفور. يقول الفارون من السودان إن الأمن مفقود في معظم أنحاء منطقة جنوب دارفور، وأن عشرات من أهاليهم قد قضوا جراء الهجمات التي يشنها مسلحون لا تتصدى لهم القوات الحكومية. الناس دي برضو كان الحكومة حقتنا احنا حكومة الوسط كويس بتمشي بتضرب هناك في الإقاليم، بتنفر الناس وبتهربون وبتكتلون، الناس بتقوم بتنزح وبيمشوا حتات برا السودان احنا ما شايفينها ولا جايبين لهم خبر ولا عارفين اللي بيحصل لهم شنو، ولا عارفين هل هم فعلا بيلقوا اكل، بيلقوا شراب، بيلقوا مأوى، ما معروف. ولو جيتوا انتم مسكتوا وقارنتوا ما بين اللي كان بيحصل في دارفور وما بين اللي بيحصل حاليا في اثيوبيا حتلقوا في النهايه نفس الشيء، ناس ماسكين حكم معاهم ناس ما عاجبينهم، دقوا جرس ديل دارين يمسكوا الحكم قاموا ضربوا في الحكومه ما قدرت تديهم الحكم قاموا ضربوا فيهم، في النهايه ضيع في النص منه الناس المساكين الغلابه اللي هم بيتهجروا وبينزحوا ديل. يعني في النهايه القصه شنو؟ ناس طمعانه في شيء يقوموا يضيعوا ناس ما لهم ذنب في اي شيء. وزي ما كنا شايفين زمان برضو الحركات المسلحه والميليشيات وهناك كلهم كانوا بيختلفوا يتضاربوا مع الحكومه وصواريخ طيارات تضرب ودبابات تضرب، في النهايه بيجيبون بيقعدون بيتصالحوا بيوقعوا اتفاقين، انت داير شنو؟ ادوني وزاره بدو وزاره، بينسى اهله ولا بيعبرون، كانه هو يعني زمان بيوريك انه انا قاعد بتضارب مع الحكومه عشان اجيب لهم حقهم، لما هو يبقى جزء من الحكومه بينسى حقهم. يعني في النهايه الزول المادة لا في زول جاب له حقه ولا في زول اخذ له حقه بعد ما مات، والحي ده ذاته انا ما عندي شغله به، واللي نزح وتهرب ده انا ذاته ما بمشي بجري ولا بسكه ارجعه اقول له ارجع بلدك على الاقل معزز مكرم. الكلام ده كله احنا نتمنى انه الحاجه دي عندنا في السودان ما تتكرر باتفاقيات السلام اللي احنا شايفينها حاليا، والناس محتفله والسودان كله مبتهج ومحتفل واحتفالات السلام والسلام والسلام، مع انه في ناس ما عاجبهم حتى السلام اللي قاعد بيحصل ده، لكن في النهايه السلام بيفيدك في شنو؟ السلام بيفيدك في انه انت العجله بتمشي، التنميه عندك والاقتصاد في البلد بيمشي. شايفين احنا حاليا اثيوبيا بعد ما قلنا البلد مزدهره وطايره في السماء ما شاء الله، فجاه مع المشاكل اللي حاصله حاليا دي حالهم وقف، لا اقتصاد لا تجاره لا اي شيء، ويقال انه اصلا ذاته مطارهم السمح ده التجريد ضربوه بصواريخ يقال، فده كله دمار في النهايه. الحرب دي انت اللي بتبنيه ده بتجي تدمره بحرب طايشه بمواضيع ما منها اي فايده. فهلا احنا الليله المفروض ناخذ العبره، المفروض الحاجه اللي حصلت هسه في اثيوبيا تلفت لنا الانظار على اللي كان بيحصل في دارفور وتذكرنا باللي كان بيحصل في دارفور. يعني الليله في اتفاقيه السلام لما جو ادوا ناس دارفور حقهم في التعليم مجاني وحقهم، في ناس ما كان عاجبهم، لكن في ناس يعني في السودان ما شافوا اللي شافوا ناس دارفور ولا شافوا الالم ولا الاسى. يعني الناس دول والله مش لو ادوهم مجان، لو ادوهم السودان ده كله قال لهم اقعدوا فيكم براهم ما حيمسح لهم اللي كانوا بيشوفوه زمان، ولا حيشيلوا لهم من مخهم ولا من ذاكرتهم. كم زول عنده زول مات في دارفور، كم زول ابوه مات قدامه، اخوه مات قدامه، ولده مات قدامه، بنته ماتت قدامه، واقف ما قادر يحرك ساكت. ليه؟ لانه كل الحاجات دي في النهايه سببها شنو؟ التهميش والحقاره والعنصريه. ولما يكون في ديكتاتور ولا انسان متغطرس ولا عسكر ولا حاكم جاير انه بس ماسك في الحكم ما قدر يطلع، ما تيجي تقول لي كورونا هسه بحجه كورونا قفلنا ما قدرنا نعمل انتخابات اثيوبيا جاطت. احنا عندنا في السودان هسه لو قفلوا بتاع هيحصل شنو؟ الناس عينها طلعت، الناس ورمت.
فهسه بعد الكلام الكثير اللي احنا قلناه هذا، احنا شايفين حاليا الحركات المسلحه جات الخرطوم ووقعوا الاتفاقيه واحتفلوا والناس مبسوطه وكلهم جو قاعدين، وبعدها حيكون عندهم مقاعد في المجلس السيادي ومجلس الوزراء والبرلمان، ويعني في الاخر وصلوا للهدف اللي دايرينه. فانا اتمنى انهم هم بعد ما وصلوا للحاجه دي ما ينسوا اهلهم وما ينسوا ناسهم، والكرسي اللي جو قاعدوا فيه ده ما يغيرون ولا يغير تفكيرهم. نتمنى نشوف انه فعلا يجيبوا حقوق الناس اللي كانوا طول عمرهم هم شايلين السلاح عشان يجيبوا لهم حقهم. حاليا احنا شايفين انه بقوا عندهم مكانه في الحكومه ممكن يجيبوا بها حق الناس من غير اي سلاح ومن غير نقطه دم واحده. وعلى سيره الاحتفال برضه شفنا احنا اول ما طلع المتحدث باسم الحريه والتغيير طلع يتكلم، شفنا رده فعل الناس كانت عليه بيعطوا طريقه. فطبعا طوالي جي طلع بعدها حبيبتي واستلم الجوه وقال يا جماعه انه الليله الزول ده واحد من اكثر الناس الشغالين واكثر الناس اللي تعبوا واكثر الناس اللي خايفين على البلد واكثر الناس اللي ساهموا في عمليه السلام. ما تظلموا الناس، ما تظلموا الناس. الزول ده ابراهيم الشيخ ده اتواجه بالدق عديل عشان السلام، عشان تعرفوا الكلام ده، ما تظلموا الاخرين. صحيح كان في هنا وهناك هفوات، لكن لازم تسمعوا الكلام الحقيقي يا اخواننا. ما تظلموا الناس، الظلم مر يا جماعه. الظلم حار، هاي حار شديد والله. حتى ممكن تسال اهل الشهداء اللي ماتوا في مجزرة القيادة العامة نهارا جهارا قدام حامل وطن، قدام القيادة العامة للقوات المسلحة، قدام الجيش السوداني، اللي ماتوا قدام العالم كله، اللي الفيديوهات قاعدة في كل مكان، قاعدة فيديوهات وعارفين منو الفضل الاعتصام وشنو اللي حصل. الظلم حار شديد هاي. وممكن برضو تسأل أهل الناس اللي لقوا جثثهم في المقبرة الجماعية اللي ظهرت قبل فترة، اللي اصلا يقول لك ظهرت واكتشفوها، مع انه في ناس يقول لك هي ما اكتشفوها، هي ظهروها بالعنية عشان مآرب اخرى. يعني ديل الناس اللي انت ممكن تمشي تسالون عن الظلم الحار اللي انت بتتكلم عنه، معنا اللي طلع ويتكلم والناس جاطوا فيه ده ما شاف شيء، جاطوا فيه الناس وانتهى الموضوع. لكن الناس الجاطت دي لانه عندها ناس مدفونه في الواطه دي، ولغايه يوم الليله هم ما عارفين انهم ذاتهم وين، مدفونين، ما لاقينهم، ماتوا يشيلوا فيهم فاتحه، ما ماتوا يشيلوا ويرفعوا يدهم للسماء انه يرجع سالم ما فيه شيء. ده ما ظلم؟ تيجي تتكلم ليه عن الظلم بكل برود؟ ما تظلموا الناس، الظلم مر يا جماعه. دموعك دي دموع تمساح. وفي النهايه ما في زول داير يظلم زول، لكن الناس تبقى واضحه وانتوا ابقوا واضحين عشان الناس دي تعرف الحصل شنو، عشان العالم ده كله يعرف الحصل شنو يوم مجلس القياده العامه، عشان الناس دي كلها والعالم برضه يعرف المقبره الجماعيه اللي جوها دي حقت منه. وحتى لو المقبره الجماعيه اللي جوها دي ما لها علاقه بمجزره القياده وما لها علاقه بالثوره اصلا، برضه دارين نعرف ليه الناس تدفن بالطريقه دي وبالطريقه السريه دي، والسبب في الموضوع ده وراهم منه. لكن عليك والله ابدوا لنا بالحاجه الظاهره المصوره اول شيء، بعد ذاك تعالوا خشوا للحاجه المبهمه الما معروفه شنو. وقبل ما نختم الحلقه بعد اللي احنا قلناه كله ده، اتمنى انه احنا نحس ونعي بعد ده ونعرف قيمه السلام، نعرف انه البلد لما يكون فعلا فيها سلام والناس رايقه وطايقه بعض، انه البلد فعلا بتمشي لقدام. وطالما البلد فيها حروب وفيها مشاكل عمرها ما حتتقدم لقدام. واتمنى انه السلام ده ما يكون بس الحركات المسلحه والجيش والحكومه والكلام ده، اتمنى احنا بيننا وبين بعض برضه يكون في سلام. لما واحد يقول وجهه نظره ولا يقول رايه تحترمه، لانه انت لما تسيء وتنبذه دي برضه حاجه كده ما سليمه. والحكومه برضه المفروض بعد ده برضه توعى وما تخلق لنا دارفور تانية. احنا يا دوب حلينا المشاكل مع الميليشيات المسلحه في دارفور وفي السودان كله تقريبا، فاحنا نتمنى انه ما تتخلق لنا جبهات تانية وتولع النار عندنا، ونتعلم ونحاول انه نبعد ونستفيد من المشاكل اللي بتحصل حوالينا. مصايب قوم عند قوم فوائد. يعني احنا الليله نتعلم ونشوف اللي حصل في اثيوبيا ده في كلام فارغ، فجاه الدوله تقلب حالها فوق تحت، واحنا بنتمنى لهم كله خير، وان شاء الله الاوضاع عندهم تتصلح وترجع زي ما كانت. فاحنا نستفيد ونتعلم. الحكومه بعد ده المفروض تعرف هي ذاتها بتعمل في شنو. وبكده نكون وصلنا معاكم لنهايه الحلقه. ما تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بالتلفزيون العربي وزول كافيه. ومن هنا لغايه ما نلقاكم الاسبوع الجاي باذن الله تعالى، اذا الله احيانا ومد في عمرنا. تحياتي لكم محمد عويضه. السلام عليكم.